السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض شاورما سوري. خليكم معايا. بصوا بقى الجمال، حاجة بقى جميلة جدا. سندوتشات بقى للأولاد بالليل أو الصبح أو في الغدا. جميلة، ولا تشتري من بره ولا تتعبي نفسك. حاجة رخيصة بصدر فرخة واحد هتعملي العيلة كلها. خليكم معايا للآخر، اللي عجبها الفيديو اشتركي معايا في القناة. هنبدأ التقطيع بقى. هنقطع كده الفراخ قطع صغيرة. الصدر صدور ادي قطعناها اهو. تبلناها بالزبادي والبهارات، بهارات لحمه، بهارات فراخ قصدي، والتوابل. وادي بقى الخضار اهو قطعناه، بصل وفلفل الالوان وظبطناه حطيناه على البوتاجاز. خليكم معايا للاخر شوفوا كده هنا. طبعا ما ننساش الزبادي، دي حاجه اساسيه مع الخلطه. الزبادي مع بهارات الفراخ مع التوابل. اي توابل عندك انت عايزه حطيها مع الشطه مع القرفه مع الفلفل الاسود مع كل حاجه. ماشي. يعني احنا بنسيب الخضار كده لما يدبل كله مع بعضه كده عشان يبقى كده حاجه حلوه، وننزل عليه بقى الفراخ اللي احنا شوحناها او اللي لسه هنشوحها معانا. خليكم معايا للاخر وهشوف هنعمل ايه. الخضار اهو ابتدى يدبل اهو. خلينا معاه واحده واحده، مش هنسيبه لما يتحرق، يعني يبقى دبلين كده حلو كده. طبعا رشه ملح بسيطه كده عليه عشان تديله تحبيشه كده زي ما بيقولوا. خليكم معايا. هنا بقى نزلنا بالفراخ بعد ما خرجنا الخضار في طبق كده على جنب عشان نكمل. خليكم معايا. ادي الخضار اهو اللي احنا ركناه على جنب عبال ما نخلص ونحط كله على بعض. الفراخ اهي خلاص ابتدت تستوي اهي، وابتدت تدبل معانا وتستوي وبقت جميله. جاهزه بقى ان احنا ننزل الخضار عليها على طول عشان ايه؟ نعمل بقى سندوتشات. خليكم معايا، ولو عجبكم الاكل بتاعي اعملوا لي لايك. ليه بقى نشتري سندوتشات من بره للاولاد ونتعب نفسنا وغاليه؟ وهو نص فرخه نص صدر، وهنعمل للعيله كلها سندوتشات، كل واحد سندوتشين بالهنا والشفا، وهيشبعوا جنب البطاطس المحمره والطحينه، وهتبقى احلى اكله بالف هنا وشفا. اهو بقى احنا نزلنا دلوقتي بالخضار اهو على الفراخ بعد ما دبلت واستوت يعني تقريبا، وهنقلبهم ونشوحهم كده مع بعض ونخلص او خلاص على كده. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى، انتوا عارفين طبعا ان الدنيا غاليه وكل حاجه غاليه، فطبعا مش هنلاقي نشتري سندوتشات كل يوم للاولاد وليه. لا، دي بقى بيتي ومضمونه، وهتبقى نظيفه وكويسه واحلى اكل بالهنا والشفا. طبعا هي بتاخد وقت شويه كده عبال ما الخضار يدبل كده معاها ويفضلوا مع بعض ويبقوا مع بعض كده. تقريبا خلاص كده احنا خلصنا، وهنبتدي بقى نجهز العيش السوري او اللي انت هتعمليه في البيت اللي يريحك، ونبتدي نعمل السندوتشات للاولاد. وهنا الشيف عجبكم بقى الفيديو، ما تنسوش تشتركوا بقى معايا في القناه وتعملوا كومنت. احنا خلاص خلصنا اهو. هنخش بقى نعمل السندوتشات. معلش بقى ما عملتش السندوتشات، نسيت اصور وانا بعملها، بس مره تانية ان شاء الله. خليكم معايا في فيديو تاني.